السلام عليكم. وقت الرمان هذا ومن الأطباق المفضلة عندي اللي كنستعمل فيها الرمان فتة دنجال من المطبخ الشامي. طبق لذيذ مشبع وغير الشوفة فيه كتشهي. هما بالعادة كيقليو كلشي في الزيت، وباش نحضر طبق صحي غادي نحمرهم في الفران. خديت جوج دنجالات كبار وتقريبا 3 ولا 4 ديال البطاطات قطعتهم، زدت لهم الملح والبزار، زيت الزيتون، خلطت كلشي مزيان ودخلتهم للفران حتى تحمروا على هذا الشكل اللي كتشوفوا. من بعد غادي نحضروا الصلصه، تقريبا واحد 3 ولا 4 معالق كبار ديال ياغورت غريك او جبن ابيض، 2 معالق كبار ديال الطحينه، هذه الطحينه ديال الدار داكشي علاش لونها غامق، واحد الفص ديال الثوم، 4 ولا 5 معالق ديال عصير الحامض، ملح، بزار، وكنخلطوا كنبقاو نزيدوا في الماء على هذا الشكل حتى كنحصلوا على هذا القوام هذا. من بعد غنجيبوا واحد الاناء يكون شويه غويرق وغادي نحطوا المكونات اللي عندنا. حطيت هذيك البطاطا والدنجال اللي شويتهم في الفران، وغادي نزيد شويه ديال الصلصه، من بعد غادي نزيد فوق منهم الحمص مسلوق، وغادي نزيد عاوتاني شويه الصلصه. وهذا الخبز ديال الطورتيه اللي حضرت معكم بالخميره البلديه والقمح الكامل والزراره، حتى هو حمرته في الفران حتى ولا مقرمش. وكنعاود نزيد طبقات من المكونات اللي عندي، وفي الاخير غادي نزيد عليهم الرمان. كيعطي واحد المذاق رائع وواحد الحموضه غزاله. وكنزينهم بالاوراق ديال المعدنوس او القزبور، وفي الاخير كنديروا شويه ديال دبس الرومان. الا ما كانش متوفر عندنا ممكن نديروا خل البلسميك او نخلطوا شويه ديال خل التفاح مع شويه ديال العسل، كيعطي الحموضه والحلاوه، كيجي رائع. وها هو الطبق ديالنا فتة الباذنجان بطريقه صحيه بنينه ولذيذه كتشبع. وما تنساوش اختياراتنا اليوم هي صحتنا تغدى.